اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بحبكم في الله. طبعا انتوا شايفين أكياس هنا، ايه ده يوسف؟ انت معسلة ولا ايه؟ لا انا مفلسه مش معزله، لان انا فلست النهارده. عايزه اقول لكم ان انا طالعه البيت، يعني حاجه الحمد لله الحمد لله. رجعت كده معيش غير مواصلاتي. ابو يوسف هيقتلني النهارده لاني خلصت كل الفلوس اللي معايا، بس والله على حياتي عن الضروريات وكده. هنشوف النهارده مشتريات حلوه للمطبخ، تقريبا كلها للمطبخ، علشان دخلت رمضان وكده. فتعالوا كده ايه، ناخد كيسه كيسه كده ونفرشها ونشوف ايه اللي فيها. وانا متاكده ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا كده ندخل ونشوف المشتريات بتاعتنا النهارده، وعايزه رايكم في التعليقات على كل حاجه انا جبتها وعلى ذوقي واختياري. وكمان عايزه اللهم صل على سيدنا النبي، لايكات كتير على الفيديو ده. يلا بينا. مبدئيا كده نبدا بالكيسه الكبيره عشان نكون خلصنا منها. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. انا متاكده ان اللي فيها هتعجبكم، الحاجه اللي فيها هتعجبكم ان شاء الله. بصوا، اول حاجه بسم الله كده، يعني احنا نبدا بحاجه حاجه او زي ما تطلع كده تلقائي، يعني مش هنحسب لها. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. دي زينه رمضان. انا متعوده كل سنه ان انا بجيب اكياس وخيوط وبعمل الزينه انا والاولاد، بس انا دورت هنا حوالينا كده على اكياس ملونه ان احنا نعملها، ما لقيتش. فانا اشتريت الزينه الجاهزه، هننزل ان شاء الله نركبها مع بعض. تمام. اشتريت كيس، 2، 3، 4، 5، 6 اكياس زينه. تمام. دول ان شاء الله باذن الرحمن هننزل نركبهم تحت في الحوش بتاع البيت. في ايه كمان هنا؟ بصوا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده فرش للمطبخ، علشان المطبخ انتوا عارفين ان انا مفيش فرش ومش هحط له فرش قديم، فلازم كده كل حاجه فيه تبقى جديد في جديد. فانا جبت فرش ده، يا رب زوجي كده يعجبكم، وان شاء الله باذن الله يكون مظبوط، يعني لان انا ما كنتش عارفه المقاس بالظبط، بس ان شاء الله يطلع مظبوط عليه. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا، يا بسم الله. طبعا انا كنت جايباه، حسيت انه كبير، فانا خليت الراجل يقصر لي منه 40 سم، عملت لهم دواسه عشان ايه، احطها في الترجه. الكتاب باين من عنوانه، اكيد عجبكم. لسه ما فتحناش، بس اكيد ان شاء الله يعجبكم باذن الله تعالى. دي كده القطعه اللي احنا قصيناها، ما علينا منها، احنا نبص على الاساس يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا عجبني ده على فكره، ما رضيتش اجيب الاشكال اللي هي ايه، شكل المطبخ اللي هو مرسوم عليها بهارات وتوابل والحاجات دي كلها، حسيت ان هي لا مش حلوه. حبيت دي اكتر، لان بصوا انا هرفع لكم كادر التصوير. شايفين المطبخ عندي اللون السيلفر واللون الاسود مع البتاعه دي هتنطق الدنيا معاه. يعني حبيت ان تكون الالوان متناسقه. كنت هدخل الوانات فاتحه، يعني مش فاتحه دي على فكره، فاتحه دي فيها ابيض كتير وهتحتاج مني تنظيف يعني، وهتحتاج مني ان انا احافظ عليها اكتر من اي واحده تانية. بس كان فيها الوانات يعني ايه، كشمير، بينك، اللون الفيروزي، الوانات كده. انا لقيت ان هي مش ماشيه مع المطبخ، انا حبيت ان الالوان تكون متناسقه. انتوا كده شايفين اللون فاتح تمام. سواء كده، عايزه اقول لكم ان السجاده دي مبلغ، يعني مش معنى ان هي صغيره فان هي كده اي حاجه خلاص. بص كده، لما اتعملت من الناحيه دي تحس ان اللون بقى غامق. لان دي 3 دي، يعني رسمه 3 دي، والخامه بتاعتها لطيفه، خامتها حلوه جدا، ناعمه ناعمه، ما بقولكوش عامله ازاي. الخامه لطيفه. وطبعا انا سرفلتها عندهم كده بعد ما قصتها لي، سرفلها كده. اللهم صل على سيدنا النبي. الوبره بتاعتها ما شاء الله كثيفه، يعني حاجه حلوه كده تحط رجلك عليها، حاجه ايه، ناعمه ومريحه، ما بقولكوش عامله ازاي. ايه رايك يا محمود؟ حلو اللون ده؟ حلو يا يوسف؟ بس فلقيت ان اللون ده مناسب على المطبخ، وهي يعني كبيره ما شاء الله. دي عرض مترين، في لا عرض متر وتمانين، طول متر وتمانين، في عرض 120. العرض بتاعها 120 والطول 180. تمام. فنطبق دي ونشوف اللي بعديه. في هنا حاجه كمان، استني. لا ده العشق ده. دي شفتها، دي ملوحه وطحينه وليمون، ده الغدا، يعني نعمله غدا كده سريع. حطي يا محمود عندي. تيجي بقى على الكيسه الثانيه.
اللهم صل على سيدنا النبي. اول حاجه جبتها بس طبق الفاكهه ده من الاكليريك، اللي هو يعني مش هقول ضد الكسر بس حاجه كده عمليه، وجع كده بصوا مش هيتكسر وده الحلو في الموضوع. تمام. فجبت طبق الفاكهه ده، شكله حلو كده كيوت وسيمبل كده، يعني ايه مش حاجه اوفر، يعني ما حبيتش اللي هو الصيني اللي هو ادوار والحاجات دي كلها، فحبيت ده اكتر. تمام. قلت عشان الفاكهه كده ان شاء الله في رمضان بعد الفطار نعمل لنا تشكيله فاكهه، وداخل علينا الصيف وفاكهه الصيف كتير، فجبت الطبق ده. قولوا لي ايه رايكم فيه. جبت كمان رمضان يعني درج الميه بتاع اللي الميه يتحط على الفطار، فجبت درج الميه ده. اللهم صل على سيدنا النبي. مكتوب عليه رمضان كريم. خامته حلوه على فكره، محمل حلو، يعني مش حلو وخلاص، لا خامه نظيفه. ما رضيتش اجيب اللي هو عارفين فيه درج زي كده وراه كوبايات، عايزه اقول لكم ان خامته زباله حاجه، يعني استغفر الله العظيم، تشربوا فيه ميه ازاي ده ولا فيه عصير ازاي؟ فلا ده بصوا ما شاء الله محمل وحلو، البلاستيك بتاعه مرن، ده يطمنك ان انت تحدفيه من اي مكان ما يتكسرش. تمام. فجبت درج الميه ده بتاع رمضان كريم. رمضان كريم. جبت كمان وانا ماشيه في اخر لحظه والله، لقيت واحد بيبيع الحاجات دي فعجبتني، قلت اعمل بيها ديكور كده في المطبخ، نكسر المطبخ شويه باللون الاخضر الحلو ده. تمام. وفي التغييرات اللي هنعملها فحبيت ده اكتر، فجبت ان شاء الله باذن الله نعمل بيه شويه شغل حلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جبت برضو ايه، بص، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على سيدنا النبي في التعليقات وما تنسوش اللايك للفيديو. جبت هنا جوز هند وزبيب. تمام. وجبت وسوداني عشان الكنافه والبسبوسه بتاعت رمضان اهو. ده جوز هند وده زبيب وده سوداني متقشر. وجبت كمان كزبره مطحونه. جبت كمان كزبره تاني، يعني جبت كيسين. تمام. وده كمون مطحون برضو. وده كريم شانتيه، قلنا لو عملنا كنافه بالكريمه وكده فجبت كريم شانتيه اللي هو الخام. وجبت كمان اللهم صل على سيدنا النبي اللي هو جوز الطيب، ثلاث حبايات من جوز الطيب. وده انا في مره كنت عند العطار وجبت بخور ريحته حلوه جدا، يعني كانت ريحته نفاذه كده وحلوه، فافتكرت والله قلت له عايزه بخور انا اخدته منك قبل كده وكنت حاطط له عليه معطر او عطر كده، فادهوني بس انا حاسه انه مش هو. عامه هيبان لما نجربه ان شاء الله، نجربه كده. ده بخور سايب. فاكر يا محمود البخور اللي كنا بنحط ريحته حلوه؟ ده زيه. ده بخور شم كده ريحته، دي ريحه ولا ايه؟ تمام. ده بالنسبه ايه للبهارات والتوابل والحاجات دي كلها، حط دول بس هنا بعيد عشان ما ياخدوش من ريحه التوابل والبهارات. جبت ايه كمان؟ بصوا دي الليفه المغربيه. تمام. اللي هي يعني لينا احنا كستات وكده، انتوا عارفين الليفه المغربيه دي حلوه جدا، انا جايباها من منبعها الاصلي، يعني بصوا حتى مكتوب عليها اصلا صنع فين. واضح معاكم ولا لا؟ مش واضح بس مكتوب هنا صنع في المغرب. تمام. مكتوب عليها صنع في المغرب. دي حلوه جدا. تمام. جبت اللي هو ايه، هو كان عرض كده 3 من مكان موثوق فيه يعني وكده، فانا عجبتني خامتها فجبت ال3 دول. هو بيقول ان بتجيبي معاها يعني اللي هو الصابون المغربي وكده، بس انا صراحه ما جبتوش فجبت الليفه بس. تمام. وجبت كمان اللهم صل على سيدنا النبي من زمان، من زمان زمان يعني انا نفسي فيه ده، جبت اللي هو المفرش السيليكون عشان لما نكون عاملين مخبوزات وكده، او هعمل جرس او هعمل حاجه كده بيتزا اي حاجه هفردها، بدل ما افردها على الرخامه تمام هفردها على ده. استنى. اخترت اللون ده لان هو ما كانش فيه غير لونين بس، اللون الفوشيا واللون ده، وانا بالنسبه لي اللون الفوشيا لون مستفز يعني. بسم الله. تمام. هو ماسك في بعضيه كده، بس على فكره هو حلو لما بيتحط على الرخامه بيمسك مش بيتزحلق يعني. اهو. بسم الله كده اهو. طبعا هو في مقاسات لو احنا نعمل دواير والعجين يعني نعمله دايره والكلام ده كله،
فده بصراحه من بدري انا عايزه اقول لكم من وانا في المطبخ القديم، وانا نفسي في ده، نفسي فيه بجد والله. فجبته النهارده ان شاء الله كده، ربنا ييسر لنا وييسر لكم امورنا ونجيب كل اللي نفسنا فيه. ايه ده كمان؟ المطبخ بقى ودلع المطبخ. جبت المصافي دي، دول 3 لليانسون والمشروبات والحاجات دي كلها، شكلهم كيوت كده وحلوين. برضو جبت 3 يعني. تمام، هو كده مع بعضيهم شكلهم حلو من الصغير للكبير. يعني انا لو هعمل كوبايه ينسون، كراويه، حلبه، اي حاجه اعشاب او كده عايزه اصفيها في الكوبايه، فهي بصوا على قد الكوبايه، وفي اكبر وفي اكبر. ايه رايك في الواناتهم؟ لونهم حلو صح؟ نيجي بقى للدلع. ما هو المطبخ يعني دلع، هندلعه. انا قلت لكم النهارده هدلع مطبخي. دي اسمها ايه، بتاع جزازه كده او علبه للزيت، للزيت وللخل، عشان احط الزيت والخل تاني في البتاع بتاعهم. شوفوا شكلها كيوت ازاي، حلوه ازاي، شكلها تحفه. على فكره هي لونها كشمير. استنى بس كده اوطي لكم الاضاءه. ايوه، ايوه كده ظبطت. بصوا شكلها، لونها تحفه، شكلها حلو جدا وشيك. بتتقفل كده، ولما هستعملها بفتح دي، مش هستعملها بس دي كده. تمام. اللون، استنوا اوطي لكم الاضاءه تاني. اهي اللون ده لون الكشمير. جبت دي وجبت واحده للخل، يعني واحده للزيت. اوعي محمود تتكسر لان دي جزاز. واحده للزيت وواحده للخل. ايه رايكم في لونها؟ شكلها تحفه. هاتي محمود كده. بصوا، حطوا كده على المطبخ بدل الجزاز العاديه، هتبقى واحده للزيت وواحده للخل. خلاص كده خلصنا برضو من الكيسه التانية. تعالوا ندخل على الكيسه التالتة. خلوا نفسكم طويل معايا، لسه بدري. بس الكيسه دي حلوه برضو، انت هتحبوها اكتر يعني. اللهم صل على سيدنا النبي. عشان محمود اختفى من وراك. دي اسمها ايه، بلانشا، بلانشات حلوه يعني. انا بشوف ناس كتير جايباها كده بتستعملها، الصراحه مش عارفه عمليين ولا لا، بس يعني سعرهم مش غالي فقلت اجربهم. البلانشات دي حلوه. تمام. دي اهو مرسوم عليها خضار، فدي للخضار. ودي مرسوم عليها هنا للحوم. صح، للحوم. طب ودي محمود؟ فراخ. دي للفراخ. ودي سمك. فكده كل نوع مثلا ليه البلانشة بتاعته، فما زفرش الدنيا يعني، ما خلطش ده مع ده وكده. تمام. هي فيها فتحة اهي، لو انا هعلكها، بس انا مش هعلكهم، هشيلهم في المطبخ في الرف كده او في ضرفة من المطبخ. تمام. فخضار ولحوم وفراخ وسمك، دول برضو كنت بشوف ناس كتير جايباهم، فكان نفسي بصراحة ان انا اجيبهم. تمام. نيجي بقى هنا برضو ايه، اللهم صل على سيدنا النبي. ده ام يوسف البطرمانات، السكر والشاي والحاجات دي كلها والقهوه. بطرمانات الوان واشكال وحاجات مختلفه واحجام مختلفه، وحديهم هتلاقي مطبخك ظهر كده وبان جماله. فعلا كلامكم صح، وانا بسمع كلامكم. فانا جبت هنا الطقم ده، بس للاسف انا كنت عايزه الغطيان زي بعضيها بس ما لقيتش. فبيقول لي ان ده ترند وطالع كده كله. ده بطرمان اهو، ساعته كبير ما شاء الله. يعني واحد للسكر، واحد للشاي، وواحد للقهوة. تمام. عشان هما الثلاث مشروبات، الثلاث حاجات الأساسيين اللي بنستعملهم في المشروبات، سكر وشاي وقهوة. فجبت ال3 دول. ما شاء الله خامتهم حلوة، الجزاز بتاعهم محمل مليان يعني. وألواناتهم حلوة والله. أنا كنت معترضة بصراحة لفكرة الألوانات دي، بس إيه، مش لازم كله يبقى عندي سادة أو كله يبقى شبه بعض أو كله تبقى ألوانات غامقة وكده. فخلينا نكسر كده شوية بالألوانات دي. بصوا انا عايزه اوريكم السجاده لما اتفرشت، لان محمود فرشها على طول، بس انا اخلص المشتريات كده واوريكم شكلها، واوريكم على غلطه انا غلطتها وانا ندمانه عليها. اللهم صل على سيدنا النبي. ده طقم ايه، البرطمانات بتاعت الشاي والقهوه والسكر. نيجي باجي هنا عند الكينج بتاع الحفله النهارده. الكينج ده اللي احنا اساسا نازلين اصلا نشتري مخصوص علشانه. ايوه بالظبط كده. طقم التوابل. هنوحد البطرمانات وهنخلي كله في مكان واحد. اللهم صل على سيدنا النبي. ايوه تعالى، بس للاسف
للاسف اللون محدش ينتقدنا على اللون، لان انا ما لقيتش غير اللون ده. لا يعني مش ما لقيتش غير اللون ده كان احلى حاجه هناك. كان في الوانات بينك والوانات لا مش حلوه. حبيت اللون ده. الطقم ده فيه كام؟ 2 4 6 6 و6 12 12 واحده. تمام. ده كده يلم لي كل البهارات اللي عندي. احلى حاجه ان هو دوار، ان انا احطه كده على الرخامه جنب البوتاجاز واستعمل منه على طول. بصوا في هنا ان انا لو هرش كده فتحات كده تترش، وفي ان انا عايزه اللي هو ايه، ما عنديش صبر وعايزه انزل بكميه كبيره فدي. تمام. فهو كده في معالق هنا في 6 معالق لو انا هغرف بيها او اعبي التوابل وكده. تمام. بس على فكره هو ضعيف من هنا، مش عارفه بقى لما يعني دي كده حاساها ضعيفه. هو هناك ما ينفعش ان انا افتحه، انا اشتريته زي ما هو مغلف. فلو حبه بهارات تجلد دي متهيألي مش يعني خايفه ان هي توقع كده، مش عارفه لسه هنجربه مع بعض. المهم ان الطقم ده قولوا لي ايه رايكم فيه وفي لونه. تمام. هو طبعا فيه هنا الورق ده احنا نغسله، لازم نغسله اهو البطرمان نعبيه، ولما تخلص نعبيه تاني. تمام. يبقى كده ثانية. في ناحيتين هنا، في لو احنا عايزين ننزل توابل كمية كبيرة، وفي لو احنا عايزين نرش رش يعني اهو. على فكرة شفت أطقم أحلى من دي وأغلى من ده بكتير، بس كانت هنا المكان يعني انت تفتحي كده ترشي رش. هنا كان في طبقة رقيقة بلاستيك رقيق، فأنا قلت إن أنا الخوف إن أنا أجي في مرة أعمل كده اللي هو أجي أرش فتروح البلاستيكية دي تقع فالتوابل كلها تقع في قلب الحلة. فصراحة ما حبيتوش. يعني عايزة أقول لكم إن كل الطاقم أنا شفته كان فيه مميزات وكان فيه عيوب. ده صراحة أنا حبيته لأنه هو مش هياخد حيز كتير على الرخامة، وحبيت ان هو بيلف دوران، ان انا مش هلف كتير على التوابل، انا اللي هخليها تلف عشان تجيلي. وحبيت لونه يعني حسيت انه حاجه جديده كده. بس دي كانت اشتريت النهارده. يا رب كده تكون كلها حلوه كده ومفيده. تعالوا بينا نشوف السجاده اللي محمود فرشها. بص انا عايزه اقول لكم ان هي مرسومه رسمه على المطبخ، ايه رايكم؟ مرسومه رسم بالظبط على المطبخ. بس الغلطه اللي انا عملتها، انا حسبت ان العرض ان طول المطبخ 180. هي الرخامه اللي اسمها ايه، لا اله الا الله، السجاده دي مترين. فانا قلت للراجل لا انا المطبخ عندي 180. فاللي هو قص لي منها. بصوا قص لي منها ازاي. قص لي الجزء ده، قال لي طالما كبيره عليكي على مطبخك فقص لي الجزء ده وصرفه لي، وقال لي اعمله لك ايه دواسه. انا عايزه اقول لكم ان انا اضطريت ان انا احطه كده. فتخيلوا كده. على فكرة أنا هخيطه، هتصرف كده وخيطه في بعضيه. تخيلوا لو أنا ما كنتش قصيتها عند في المحل نفسه بتاع السجاد، تخيلوا كانت هتبقى عاملة ازاي. كانت هتبقى كلها فرش واحدة. بس ما شاء الله أنا ماشية على قطيفة، دي مش سجادة عادية، دي قطيفة فناعمة مقولكوش عاملة ازاي ما شاء الله. بصوا لحد التلاجة اهو مظبوطة 100%. لما اروح المرة الجاية ان شاء الله بإذن الرحمن هقيس المكانة دي، الترجة دي المكان ده. تمام. هنا الكيس انا كنت بفتح وبرمي ورايا هي دي الكواليس على فكرة، هي دي الكواليس اللي بعد الفيديو. فان شاء الله بإذن الرحمن لما اروح المرة الجاية ان شاء الله انزل اسيوط فهشتري نفس السجادة دي، نفس اللون، نفس الخامة، نفس كل ده. هشتري منها واعملها هنا. هعملها ترجة هنا في المكان ده. ايه رأيكم؟ عموما كده هنرتب المشتريات دي وان شاء الله بإذن الله كده الاقي الفيديو يعجبكم كده من خلال ايه، لايكاتكم وتفاعلكم على الفيديو. حلوه يا رودي؟ حلوه. ناعمه ناعمه وحلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا ان شاء الله باذن الرحمن الفيديو اللي جاي هنرص مع بعض الحاجات دي كلها وهنفتحها وهننضف وننظم المطبخ. بس قلت كده يعني ايه، الولاد حرام اللي هم عايزين ياكلوا جعانين، ولو دخلت على تحضير الاكل هتاخر عليهم. فرحت ابو يوسف الله يبارك له يعني ويديله الصحه ويخليه لينا، راح جاب لنا ايه اكل من بره. جاب لنا فراخ مشويه وبتيجي وراها خضار والرز والحاجات دي كلها. يعني انا ما الا ان انا يدوبك بس رصيت الحياة في اطباق وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في ملحوظه صغيره هيسويلها في اخر الفيديو، واتمنى اللي بيسمعوني يعني يفهموا كلامي. طبعا هتقولي ام يوسف ايه التناقض ده، انت ازاي بتدوري على شيك بره وازاي بتجددي في مطبخك وبتشتري مشتريات وحاجات من دي؟
انا اخر فيديو نزلته معاكم وقلت لكم ان انا لسه لحد يومنا ده ما لقيتش شقه، وان انا فعلا بدور بس مش لاقيه اللي بلاقيه مناسب ليا، يعني كسكن ومكانه وكده بيكون صعب عليه في ايجاره او في ثمنه. فالموضوع لسه مش متظبط، فمش طول ما انا قاعده كده ولسه ما جمعتش الشقه مش هفضل قاعده على ايدي كده، واللي هو ما حسسش ولادي بدخلة رمضان وما فرحهمش. لا، انا هتعايش وهعيش عادي حياتي الطبيعيه، ودي شقتي برضو اللي انا مش هفرط فيها ومعايا دايما، وان شاء الله ربنا ييسر. لو قدرت ان انا اخد حاجه بره هيبقى ما بين هنا وما بين هنا ان شاء الله. بس الفكره ان انا لازم افرح ولادي بدخلة رمضان، ولازم اعيش اجواء رمضان زي كل سنه، لان دي عاده ربنا ما يقطع لنا عاده ابدا يا رب. تمام، واللي فيه الخير يقدمه ربنا، والحاجات اللي انا بشتريها دي وبجهزها وبجددها بتغير من نفسية الواحد وبتحسن من موده كمان، يعني مش بخسارة. يعني لو نقلت في أي مكان هتاخدي حاجاتك معاكي فمش هتخسريها يعني. عموما كده ده أنا توضيح بسيط كده حبيت إن أنا أضيفه في آخر الفيديو. أتمنى تكونوا سمعتوا الفيديو للآخر وسمعتوا النقطة دي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الفيديو اللي جاي هنفرش مع بعض المشتريات دي وهنظبط الدنيا، وربنا يقدم لنا اللي فيه الخير يا رب. أشوفكم على خير.